السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. اللي مشتركش في القناة ينزل تحت الفيديو ويضغط على كلمة اشتراك ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. تعالوا بقى نعمل النهارده الفراخ بطريقة مختلفة جدًا وطريقة مميزة كده وحلوة، بجد هتعجبكم جدًا وهتعتمدوها. يلا بينا نشوف هنعملها إزاي والمقادير والمكونات معانا إيه النهارده. هاستخدم بقى في الوصفة معايا النهارده وراك، وهاستخدم فلفل ألوان وفلفل أخضر، وهاستخدم توم وملح، بابريكا، بصل بودر وفلفل أسود. هاجيب بقى أي صينية على النار كده هانزل فيها بمعلقتين من الزبدة، معلقتين زبدة. هاحمّر بقى فيها الفراخ بتاعتي كده هادّيها لون من الجنبين. أنا محتاجة أدّيها لون بس، هانزل عليها بقى بحبة ملح وحبة فلفل أسود. أول ما تاخد لون بقى من تحت هاقلبها كده الجنب التاني برضه أدّيها لون. هادّيها كمان رشة ملح ورشة فلفل أسود من الجنب التاني. بعد بقى ما تاخد لون من الجنبين كده هاخرّجها برّه السمنة. نفس الدهون بقى اللي نزلت من الفراخ والزبدة هانزل فيها بقى بالفلفل. هاقلّبهم بقى قلبتين كده لحد ما تحسّي إن ريحة الفلفل طلعت عليكِ. بعد كده هانزل بالتوم، هاقلّبهم كمان قلبتين برضه لحد ما ريحة التوم تحسّي إنها طلعت كده. بعد كده بقى هاضيف التوابل بتاعتي والملح، هاقلّبهم كده بقى مع بعض. هاكون بقى معايا مَيّة مغلية جنبي مجهّزاها. أنا كان عندي هنا طماطم. الطماطم دي اختياري يا جماعة، لو أنتم عايزين تحطوا طماطم براحتكم، لو عندِك طماطماية كبيرة ممكن تقطّعيها عليهم، مش عايزة تحطي طماطم خالص برضه ما تحطيش. أنا كان عندي طماطم صغننة خالص كده، رميتها كده في قلبهم، ونزلت بقى بكوباية مَيّة مغلية، هي كوباية واحدة هتسويها. بعد كده بقى نجيب الفراخ بتاعتنا اللي إحنا حمّرناها، وننزل فيها في الصوص اللي إحنا عملناه ده. هاهدّي بقى عليها النار تمامًا وأسيبها تستوي براحتها، هي مش هتاخد في السوا أي حاجة على فكرة، بس أنا هاحب أهدّي عليها النار. بُصّوا، هي كده دخلت في السِوَى، بس كل شوية كده هاقلّبها، يعني كل 5 دقايق، 10 دقايق كده هتحُشّي الغطا وتقلّبيها من فوق لتحت. بُصّوا، هي كده خلاص استوت معايا، شِبه استوت معايا. أنا مولّعة الشواية بتاعة الفرن من فوق. بُصّوا، هادهن بقى الوش بتاعها كده، ولو عايزة لو حابة إن أنتِ تحطّي عليها معلقة صلصة، أنا بصراحة حطّيت عليهم معلقة صلصة ودهنتها بيها قبل ما أدخّلها الفرن. هادخّلها بقى الفرن كده على الشواية 5 دقايق أول ما تاخد لون، وبعد كده أخرّجها وأورّيها لكم. كده بعد ما خرجت من الفرن بُصّوا بجد تحفة. الصوص يا جماعة بتاع الفلفل والتوم ده جميل أوي، ممكن كمان تاكليه جنب الأكل. جرّبوها بجد هتعجبكم أوي. وبكده خلص الفيديو معايا. لو ما اشتركتيش في القناة انزلي تحت الفيديو واضغطي على كلمة اشتراك وفعلي زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ولو عجبك طريقة الفراخ دي وجرّبتيها اكتبي لي في الكومنتات. واللي محتاج مني أي وصفة أو أي طريقة أي حاجة انزلوا اكتبوا لي في الكومنتات تحت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.